بيبدأ الفيلم بشاب اسمه جاي، واللي بيكون في عربية الترحيلات علشان هينقلوه للسجن. وبيكون جاي داخل السجن لأنه اتحكم عليه بالحبس لمدة 6 شهور بسبب جريمة ارتكبها. وبيوصل للسجن والحراس بياخدوا كل متعلقاته، وبيسألوه إذا كان دخل السجن قبل كده وهل ليه أعداء داخل السجن أو لأ. فبيعرفوا إنه ما دخلش السجن قبل كده وملوش أي أعداء. فبيسألوا الضابط لو حابب يضيف رقم حد في قائمة المكالمات علشان لو حصل له أي حاجة يقدروا يوصلوا لحد من عيلته. فبيقول لهم جاي إنه مش عايز يضيف رقم حد. وبعدها بياخدوه للأوضة اللي هيقعد فيها، وبيكون في الأوضة معاه مسجون في حاله دايما ومنطوي. فجاي ما بيهتمش بيه، وبيخرج بره وبيطلع علشان يشتغل زي باقي المساجين. وبيشوف بالصدفة مسجون اسمه براندن، وده بيكون مسجون مشهور جدا وسط رجال العصابات، ومعروف انه شخص خطر. فبيفضل مركز معاه. فبيلاحظوا براندن واصحابه، فبيخلوه يكمل شغل. وبعدها بيروح جاي يتفرج على براندن وهو بيلعب شطرنج. وبيلاحظ جاي ان في 3 مساجين بيضايقوا الشخص المنطوي اللي معاه في الأوضة، وبياخدوه معاهم وبيمشوا. وبيكون جاي مصدوم من اللي بيحصل. وبعدها بيقوم وبيروح عند براندن وبيبص عليه وهو بيلعب شطرنج. فبيسأله براندن انت عايز ايه؟ فبينصحه جاي انه يغير كام حركة في حركاته في لعبة الشطرنج، وبيقوله انه ممكن يكسبه في 3 خطوات بس. فبراندن بيخليه يلعب ضده ويوريله حركاته وازاي هيقدر يكسبه. وفعلا بيلعب جي قدامه وبيكسبه بكل سهولة. فبيضحك براندون وأصحابه لأنه قدر يكسبه. فبيسألوا براندون عن سبب تركيزه معاه وإنه دايما بيبصله. فبيقوله جي إنه سمع هنا حاجات كتيرة عنه. فبيتعصب براندون جدا، وبيقوله إن هما كلهم هنا واحد وكلهم نكرة، وبيسيبه وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بيكون جاي قاعد في السجن مع باقي المساجين، لكنه بيكون مركز مع زميله في الأوضة. وبيجي نفس ال3 مساجين علشان ياخدوا صاحبه اللي في الأوضة معاه، وطبعا ده علشان يضايقوه كالعادة. فبيشوفهم جاي وبيقرر إنه يساعد زميله اللي معاه في الأوضة ويبعدهم عنه. فبيقوم يعمل معاه مشكلة علشان يخلي المساجين تبعد والحراس تيجي، وبالتالي هيبعدوا عنه. وفعلا بتنجح خطته وبيمشوا ال3. لكن للأسف جاي بيدخل الحبس الانفرادي. ولما بيخلص عقوبته بيطلع من الحبس الانفرادي، بيلاقي براندون واقف مستنيه. فبينصحوا براندون إن هو ما يتدخلش في كل حاجة ويشيل صاحبه من دماغه، لأنه ممكن يتعمل فيه زيه. وبيجي بالليل وبيصحى جاي على صوت زميله في الأوضة، وبيلاقيه جرح رقبته بالسكينة. فعلى طول جاي بيضرب جرس الإنذار وبيخلي الحراس تيجي فورا، وبيحاولوا يلحقوا النزيف وينقذوه، لكنه بيكون مات. وبيدخل جاي الحبس الانفرادي مرة تانية. ولما بيخرج منه بيجيله واحد من ال3 وبيعرفه إنه صاحبه مات، ولكن الدور عليه. فبيرجع جاي للأوضة وبيعمل سلاح زي السكينة علشان محدش يقدر يقرب له. وبيخرج يتمشى وبيلاقي ال3 مساجين ماشيين وراه، وبيكونوا عاوزين يعتدوا عليه، لكن بيلحقوا براندن وبياخدوا معاه لأوضته. وبيجي أصحاب براندن وبيتخانقوا مع ال3 مساجين لحد ما بيمشوا. وبيقعد جاي مع براندن وبيعرض عليه براندن إن هو يحميه، ولكن في مقابل إن هو لما يخرج يهربه من السجن. فبيسأله جاي لو رفض هيحصل له إيه. فبيقوله براندن إن هو مش هيساعده وكمان مش هيأذيه، لكن بيقوله إنه مش هيقدر يستحمل ال3 مساجين اللي عايزين يقتلوه. وبيديله وقت يفكر في الكلام ده وبيمشي. اليوم اللي بعده بيكون جاي رايح للحمام وبيهجم عليه ال3 مساجين، ولكن بيلحقوا براندن وأصحابه للمرة التانية وبينقذوه منهم. وبيفضل أصدقاء براندن يضربوا فيهم. وبعد مرور 6 شهور من الأحداث دي بيطلع جاي من السجن وبيروح لواحد اسمه سام، وده بيكون رئيس العصابة اللي كان فيها براندن. وبيديله ورقة وبيعرفه إنه من طرف براندن. وعلشان سام يتأكد من كلامه بيقوم وبيظبط لعبة الشطرنج، وبيقوله إن براندن قال عليك إنك بتفهم في شطرنج. فبيعمل له جاي نفس ال3 حركات اللي كسب بيهم براندن. وبيأمر سام المساعد بتاعه يديله شنطة وعنوان فندق هيقعد فيه. فلما بيروح جاي الفندق وبيفتح الشنطة اللي معاه بيلاقي فيها جوازات سفر لبراندن وكمان زمايله اللي في السجن، وبيلاقي مسدس وملابس. وفجأة بيخبط الباب. فبيقوم جاي يفتح وبيلاقي بنت بتدخل الأوضة وبتعرفه بنفسها، وبتقوله إن اسمها تاشا، وإن سام هو اللي بعتها علشان تديله فلوس وتليفون. وبيسألها جي هو هنا علشان يعمل إيه بالظبط. فبتقوله إن الموبايل هيرن دلوقتي وهتعرف كل حاجة.
وبعدها بيوم بيروح لمستودع عربيات خردة، وبيقابل واحد اسمه جيمي، وبيعرفه إنه من طرف سام. فبياخده جيمي لأوضة فيها أسلحة وبيديله سلاح وبيقوله إن هو هيدربه عليه. وفعلا بيروح عند عربية وجيمي بيدربه على الأسلحة وبيكون مستواه كويس جدا، وبيعرفه إن الموضوع هيختلف لما يجرب على ناس حقيقية. بعدها بيرجع جي على البيت وبينام، وبيجيله مكالمة تليفون وبيعرف إن هما هيهربوا براندن بعد يوم وإنه لازم يجهز. وبيجي وقت تنفيذ الخطة وبيأجر طيارة، فلما بيركبها بيكون مرعوب جدا، وبيطمنوا الطيار إن هو خبرة 15 سنة. ولكن الطيار ما بيلحقش يكمل كلامه لأن جاي بيرفع عليه المسدس وبيأمره يروح للسجن اللي محبوس فيه براندن. في الوقت ده بنشوف براندن وأصحابه في السجن وبيعملوا خطة علشان يقدروا يهربوا من الحراس. فبيفتعلوا مشكلة مع واحد في السجن علشان الحارس يدخل ويبعدهم عن بعض، لكن لما بيدخل الحارس بيهجموا عليه وبيحطوا السكين على رقبته، وبيهددوا الحراس إنهم لو ما فتحوش باب الحديقة بتاعة السجن هيقتلوه. وما بيكونش قدام الحراس أي اختيارات، فبيفتحوا باب الحديقة. ولكن المشكلة إن هما لما بيخرجوا من الحديقة مش بيلاقوا الطيارة ولا بيلاقوا جاي. وقبل ما الحراس ترجعهم السجن بيتفاجئوا إن جاي وصل بالطيارة وبيضرب نار على الحراس لحد ما بيركب براندن. ولما بيركب بيكمل في إطلاق النار على الحراس لحد ما زمايله بيركبوا وبيطيروا بالطيارة في الجو وبيقدروا إنهم يهربوا من المكان. وبعدها بيوصلوا عند عربية بيكون جاي مخبيها في المكان ده علشان لما ينزلوا من الطيارة يكملوا طريقهم بيها. ولما بينزلوا من الطيارة بيكتفوا الطيار وبيغيروا هدومهم وبيتحركوا بالعربية. وبعدها بيروحوا عند أقرب استراحة في المكان، وبينزل واحد من أصحاب براندن علشان يجيب لهم أكل، وبيسمعوا في الراديو أساميهم. وبتكون جريمة براندن وصاحبه اللي معاه في العربية هو السرقة والقتل. وبيسمعوا جريمة صاحبهم اللي راح يجيب أكل واللي بتكون إنه اغتصب طفلة في المدرسة، وبيكون صاحبهم ده مفهمهم إن هو دخل السجن بسبب السلاح والقتل. فبيرجع صاحبهم وبيركب العربية وبيكملوا في طريقهم، وبيوصلوا عند العربية التانية اللي هيستخدموها بدل دي. فبينزل براندن من العربية وبينزل صاحبهم التالت اللي معاهم. فبيفضل براندن يضرب فيه علشان كذب عليه، وبيعرفوا إنه مش هيقتله دلوقتي، ولكن لو بلغ عليهم هيقتله على طول. وبيكملوا في الطريق لحد ما بيوصلوا الفندق، وبراندن بياخد مسدس وبعدها بيروح علشان يقابل سام. وبيعرفوا سام إنه محتاجه في عملية كبيرة، وبيطلب منه براندن إن هو يستنى لحد ما الأجواء تهدى علشان هو لسه هربان من السجن. فبيعرفوا سام إن العملية هتكون سرقة 6 سبائك ذهب، السبيكة فيهم وزنها 10 كيلو، وتمن ال6 سبائك دول 5 مليون دولار، وإنه هياخد نصهم لو وافق. ومن غير تردد بيوافق براندن على طول، وبيعرف سام إنه معاه في العملية. وبتيجي تاشا تتكلم مع براندن، وبيكون جاي مركز معاها وبيحاول يبين لها إن هو معجب بيها. وبتمشي تاشا وبيروح جاي يتكلم معاها، وبيتفاجئ بجوش اللي بيزعق لها وبيحاول ياخدها معاه. فبيحاول جاي يدافع عنها، لكن جوش بيرميه في حمام السباحة. وبيتضح إن جاي مش بيعرف يعوم وبيطلب المساعدة. فبتنزل تاشا علشان تنقذه، ولما بيطلع بيهجم عليه جوش، ولكن بيمنعه براندن وبيقول له إن هما لازم ينسجموا مع بعض وما يعملوش مشاكل. فبيمشي جاي وهو متضايق، وبتلحقه تاشا وبتخليه يركب معاها العربية. وبعدها بيروحوا يقعدوا في مطعم، وبتتكلم تاشا عن حياتها قبل ما تدخل العصابة، وبتقول إن هي كانت طالبة في جامعة وتعرفت على سام عن طريق الإنترنت. وبتقول إن هو كان عامل إعلان عن طريقة الحصول على فيزا للسفر والجواز خلال 2 فقط، لكن طلع مفيش حاجة من الكلام ده حقيقية. وبتقوله إنها محاولتش تهرب منه علشان اللي بيهرب منه بيقتله وبدون تفكير. وبيبدأ الكلام يتطور بينهم، وبتبدأ تاشا تعجب بجي. وبعدها بيوم بيعرف براندن إنه كان مع تاشا، فبيزعقله وبيهدده وبيقوله إنه لازم يبعد عنها، وده غير إن لو سام عرف إنهم بيحبوا بعض هيقتلهم هما الاتنين. فبيقوله جي إنه مش هيقرب لها مرة تانية. وبالليل بيبدأوا يرسموا الخطة اللي هينفذوها، والخطة بتكون إنهم هيدخلوا على إنهم عمال في مخزن الذهب، وقتها يقدروا يسرقوه. فبيتخانق جوش مع جي بدون أي سبب، وبيبعدوهم عن بعض. وبيمشي جي من المكان وهو متضايق، وبيروح لتاشا وبياخدها وبيروحوا عند البحر علشان يقعدوا سوا.
وتاني يوم بيقعد مع تاشا وبيقول لها تجهز حاجتها وتكون مستعدة، وبتبدأ العملية. وبيتنكروا في لبس العمال وبيتحركوا لموقع المصنع. وهما في الطريق بيلاحظ جون صاحب براندون إن جاي خايف يكمل العملية، فبيطمنه وبيعرفوا إن براندون عمره ما حط خطة وما نجحتش، وإنهم هيرجعوا سالمين. وبيقوله يشيل كل الأفكار اللي مخلياه خايف من دماغه. وبيوصلوا لمصنع الذهب وبيقدروا يخترقوا جزء من فتحة التهوية، وبيدخل فيها جاي لحد ما بيوصل لغرفة العمال، وبيفتح فتحة من السقف علشان لما العمال توصل يهجم عليهم وياخدهم رهاين. وبعد كام ساعة العمال بيوصلوا للمصنع، وبيدخل وسطهم براندون واتنين تانيين، وبيروحوا لغرفة الكاميرات فبيكهربوا الحارس وبيكتفوه. وبيأمروا جي في اللاسلكي إنه يبدأ مهمته فورا. فبينط جي من فتحة التهوية وبيمسك واحد من العمال وبيهددهم، وبيقول لهم إنه لو حد ضرب جرس الإنذار هيقتله. وبيقدر إنه يفتح الباب لأصحابه. وبيأمر براندون المسؤول عن صنع الذهب إن هو يصنع كل كمية الذهب اللي موجودة، وإلا هيقتله. فبينفذ الراجل كلامه، وبيسمعوا صوت رصاص مسدس. فبيتفاجئوا إن جوش ضرب نار على عامل بدون سبب. فبيتعصب عليه براندون وبيضربه. وبياخدوا بعدها الذهب وبيخرجوا العمال للشرطة، وبيخرجوا في وسطهم، وبيضربوا نار على عربيات الشرطة لحد ما بيوصل السواق اللي معاهم. وبعدها بيقدروا إنهم يركبوا العربية وبيحاولوا يهربوا من المكان، لكن رجال الشرطة بيفضلوا وراهم بالعربيات بتاعتهم. وبيقدر السواق بمهارته إنه يهرب من عربيات الشرطة، لكن بعد ما جون بيكون اتصاب بطلقة في ظهره. وبيحاول جاي إن هو يضغط على الجرح ويوقف النزيف لحد ما يوصلوا عند سام. وبيدخل السواق بعدها داخل عربية نقل تانية علشان محدش من الشرطة يشوفهم. وفعلا بيوصلوا عند سام وبيديله براندون سبائك الذهب. فبيطلب سام منه إنه يحرق العربية وأي أثر سابوه، وبيعرفه إن هو هيديله نسبته هو واللي معاه النهاردة بالليل. فبيروحوا يحرقوا العربية وبيرموها من فوق الجبل، وبيكون جون جوه العربية وهي بتتحرق. وبعدها بنشوف واحد من رجالة سام بيخبط على باب تاشا، وبيدخل وبيطلب منها إنها تعمل له قهوة، وبيستناها لما تروح المطبخ. وبيدخل الأوضة بتاعتها فبيلاقيها مجهزة شنطة سفر، فبيفهم إنها عايزة تمشي. فبيخلع الحزام بتاعه وبيروح على المطبخ وبيقول لها إن هي مش هتروح لأي مكان، لا هي ولا أصحابها، وده لأن سام هيبلغ عنهم. فجأة بيضربها على وشها بالحزام وبيفضل يضرب فيها بعنف، لكن بتقدر تدافع عن نفسها وتهرب. وبتبعت رسالة لجي وبتحذره إن سام عامل لهم كمين. فبيفتح جي الرسالة وجنبه براندون، وبيوصلوا عند البيت اللي المفروض هيستلموا نسبتهم من الذهب فيه. وبيطلع إنهم معمول لهم كمين فعلا، والقوات الخاصة بتكون موجودة في كل مكان. فبيهربوا من المكان بأقصى سرعة، وبيروحوا للمقابر. وبيحفر براندون في قبر معين، فبيطلع منه كيس فلوس، وبيقول لجي إنهم يستعملوا الفلوس دي علشان يرجعوا الذهب من سام. وبيتفق معاه إنهم هياخدوا الذهب كله لنفسهم. وبعدها بيبعتوا رسالة لتاشا إنها تقابلهم عند القطر، وبيفرح جاي جدا لما بيشوف تاشا. بعدها بيوصلوا عند المدينة اللي هيباتوا فيها، وبيروحوا يأجروا شقة. وبيشوفوا في الأخبار على التلفزيون إن سعر الذهب اللي اتسرق بيعدي ال10 مليون دولار. فبيتصدم براندون لأن الأخبار بتكون كلها غير حقيقية. فبيأمر براندون تاشا إنها تنزل تجيب لهم أكل، لكن هي بترفض. فبيضربها براندون على وشها، وبيحاول جي إنه يدافع عنها، لكن براندون بيضربه هو كمان. ولما تاشا بتشوفهم كده بتسيب البيت وبتمشي. فبيزعق له براندون وبيعرفوا إن في مساجين داخل السجن موجودين بس بسبب إن هم ساعدوا الستات، وإنه لازم يبعد عنها. فبترجع تاشا بعد ما جابت الحاجات اللي طلبها منها براندون، وبتشوف براندون وهو بيدي لجي فلوس، وبيطلب منه إنه يضحك على تاشا ويستنى أسبوعين ويختفي من حياتها بشكل نهائي. فبتتصدم تاشا لما بتشوف جي بياخد الفلوس وبتمشي من المكان بأقصى سرعة. فبيلمحها جي وبيجري وراها علشان يلحقها، ولكن هي ما بتكونش عايزة تكلمه. فبتجرحه بكلامها وبتخليه يمشي وهو زعلان. بعدها بنشوف قاتل متسلسل عند براندون وبيهدده بسلاحه، وبيعرفه إن سام عامل مكافأة 100,000 دولار لأي شخص هيقتله. ولكن بيقدر براندون إنه يغريه، وبيعرفه إن هو وسام سرقوا كمية كبيرة من الذهب، ولو قدر يرجع الذهب ده هيديله 1,000,000 دولار بشرط إن هو يسيبه يعيش. فبيوافق القاتل إنه يتحالف معاه. وفي اليوم التاني براندون بيصحي جي وبيهنيه بعيد ميلاده،
وبيطلب منه يجهز علشان عندهم مشوار، وبيروحوا المنطقة مهجورة. وهناك بيكون جوش موجود وبيسلم مفتاح لواحد، وفجأة بيهجم عليهم براندن بعربيته وبيخبط عربياتهم، وبيبدأ ضرب النار ما بينهم. وبيقدر براندن وجاي إنهم يخلصوا على عدد كبير منهم، وبيخطفوا جوش. وبيفضل براندن يعذب فيه علشان يخليه يعترف على مكان الذهب، وفعلا بيعترف بعد إهانة وتعذيب كتير. بعدها بيروحوا للمكان اللي قال لهم عليه جوش، وبيلاقوا الذهب هناك فعلا. وبيهجم براندن وجاي على مكتب سام، وبيرفع براندن سلاحه عليه، وبيقول له إنه ما كانش متوقع إنه يخونه علشان الذهب. فبيقول له سام إنه هو اللي ساذج، وإنه قدر يخدعه بحكم شغله كرجل أعمال. وبيطلع سلاحه وبيضرب عليه النار، ولكن براندن بيكون أسرع منه وبيقدر يسيبه بأكتر من طلقة في جسمه وبيقتله. واليوم اللي بعده بيدفعوا حساب الفندق وبياخدوا حاجتهم وبيمشوا، وبيروحوا يأجروا مركب علشان يهربوا من البلد علشان محدش يكتشف إن معاهم دهب. لما بيركبوا المركب بيرفع براندن المسدس على جاي، وبيقوله إنه مش هيقتله، ولكن هياخد نص سبيكة بس من الدهب، وده مقابل إن هو ساعده. فبيتكلم جاي معاه وبيقوله إن نصيبه 2,500,000 من ال5 مليون، وبيقوله إن هو ما عندوش حق يقسم الدهب، لأن كده كده الدهب مش معاهم على المركب أصلا. فبيتصدم براندن وبينزل علشان يدور على الدهب، وبيلاقي اللي موجود مجرد حديد محطوط في الشنطة. وبيتصل حد على التليفون، وجاي بيطلب من براندن إنه يرد، وبتطلع إن هي تاشا. وبتؤمر براندن إن هو يعمل اللي يقوله عليه جاي، وإلا مش هيشوف حصته من الدهب تاني أبدا. بعد ما بتقفل معاهم بيهجم براندن على جاي وبيحدفه في المية، وبيكون هيغرق لأنه مش بيعرف يعوم. لكن بيلحقوا براندن على آخر لحظة، وبيطلب منه جاي إن هو يحتفظ بالموبايل لأنه هيتصل عليه ويعرفه مكان نسبته من الدهب فين. وبيركب جاي قارب صغير وبيوصل للشط، وبيروح لتاشا، وبيكونوا فرحانين جدا إنهم قدروا ياخدوا الدهب. في الوقت ده بيكون براندن رجع للمدينة وقعد في شقة، وفجأة بتهجم عليه القوات الخاصة وبيقبضوا عليه، وبيرجع للسجن تاني. وكده خلص الفيلم.